اكتر حاجه كانت مجنناني وانا صغير عضلات الدراع، شهر في التاني في التالت انها تكبر ابدا، تحس ان هي مصممه ان هي ما تكبرش. لكن انت دلوقتي شايف النتيجه، اعتقد اللي فيه تطور كبير جدا. يجي بقى بعض المحنكين يقول لك ابر، يقول لك انت بتاكل احسن مننا، يقول لك انت بتاخد مكملات. كل الكلام ده مش هيخليك تعمل عضلات اكتر من اللي المفروض تعملها لو الموضوع مش مظبوط في التمرين وفي النوم وفي التغذيه. ولو خدت كل حاجه في الدنيا عمرك ما تعمل عضلات. ناس كتير جدا بتاخد حاجات كتير جدا وما بنشوف لهمش نتيجه. النهارده هديك اهم 3 تمارين لعضلات الباي والتراي هتخلي لك العضلات بتاعتك مع الوقت تلاقي فيها نتيجه كويسه جدا. ما عليك بس غير ان انت تنزل تكتب لي كلمه سوري في الكومنتات يا متين يا رب. يلا بينا. هدخل دمبل ارتكاز على الركبه، ركز معايا كويس بقى علشان تقدر تنفذه 100% صح. اول حاجه ركبتك بتكون عامله شكل 7 وفاتح الحوض شويه، وبتخلي كوعك في الركبه، ايدك بقى باصه للركبه الثانيه. الشكل بيكون عامل كده. بتبدا تسحب كده، مش بتسحب لبره، بتسحب لجوه كده. تفرد صدرك وبتفرد ظهرك وبتثبت نفسك بالايد الثانيه، وبتبتدي تعمل كده. تعال نشوف عملي بالوزن بقى. اول حاجه بظبط ظهري الاول وصدري، بعد كده بظبط كوعي، ببدا المسكه واسحب. 1 2 3 4 يا متين يا رب. 5 6 7 8. انزل ببطء. اوف. ده من احسن التمارين اللي تخلي لك البايسبس بتاعتك عامله كده بالظبط. تمرين اولد سكول ايه بس من الاخر. هدخل على كسر الجمجمه بس مش بالدمبل ولا حتى بالبار، هخش بيها على الكابلات. بص يا سيدي، هتنزل البقره لحد ما توصل كده ايه مستوى كتفك مثلا. تجيب الشداد بتاعك تحطه كده هنا. طبعا الوزن انا نسيت اظبط الوزن. ماشي. حط مثلا 20. تاخد خطوه لقدام لحد ما كوعك يكون في اتجاه الكتف بتاعك. تفرد نفسك وتبدا تسحب لقدام. 1 2 3 4 5 6 يا متين يا رب. 7 8 9 10. نقطة مهمة جدا وانت راجع، ما تخليش كتفك يعمل كده، لا ارجع انت كمان معاه. دي حاجة. الحاجة التانية، وانت بتستخدم شداد بدل ما تمسك حاجة في ايدك، تخيل برضو اللي في حاجة في ايدك علشان دي بتزود من القوة بتاعتك. عاش جدا. تعال نخش على اللي بعدها بقى. تاني تمرين للبايسبس معانا. التمرين الاولاني كانت ايدي قدامي، دلوقتي هخلي ايدي ورا شوية. هي مش هتفرق كتير بس التنوع حلو، يعني مفيش حاجة هتخليك تشتغل على الراس الطويلة شوية والراس القصيرة شوية. كانش حد غلب. يلا بينا. ايه. رجع كوعي لورا، افرد نفسي والف وانا طالع. 1 1 2 2. ايدي لازقه ورا وما فيهاش غش خالص. 3 3 4 4 5 5 6 6. انزل بالراحه. الطاقه بتاعتي النهارده مش احسن حاجه عشان غيرت حاجه بسيطه جدا من رز بسمتي لرز ابيض. تخيل الموضوع بيفرق ازاي. مش معنى اللي هو الاتنين رز اللي هو مثلا مش هيعلي السكر في نفس الكميه، لا، حتى لو الكالوري هي كميه الكارب هي الارتفاع بتاع الانسولين نفسه بيختلف جدا على حسب نوع الرز وعلى حسب نوع الكارب. فركز كويس عشان لو بتلاقي نفسك عمال بتطلع وتنزل في الايام، اتاكد ان اكلك كل يوم ثابت. عشان كده البادي بيلدر دايما رز وفراخ، مش هيلسي ريسبي بقى والحاجات بتاعت اليومين دول. رز وفراخ. اللي بعده هدخل بعديها كابتني تراي بالحبل. يلا بينا. بص يا سيدي، اول حاجه خلي كوعك لازق في جسمك وميل جسمك شويه لقدام عشان تقدر تتقل في الوزن، بس طبعا مش قدام قوي كده، لا شويه بساط لقدام. تعال نظبط الوزن بتاعنا. بتمسك، بتفرد نفسك وبتبدا تسحب لتحت البر. 1 2 3 4 5 6 يا متين يا رب. 7 8 9 10.
11. هات اخرها 12. اوه جابت اخرها. عايزك تركز ان كل عده تكون بنفس الاداء ده، وما تحاولش تبطئ العده قوي، لان انت كده مش بتوصل للفشل العضلي بالطريقه اللي انت متخيلها. اتمرن عادي بالسرعه اللي تناسبك، بس اهم حاجه ما تبطئش انت، عشان الفشل العضلي جزء منه اللي انت بتبقى الحركه بطيئه. تقدر تميز ما بينهم ازاي؟ اتمرن عادي لحد ما توصل لمرحله اللي انت خلاص هي مش قادره تنزل اكتر من كده. دي مرحله من الفشل العضلي. تعال نخش على بعدها. صح صح معايا يا كابتني. هخش بعديها هامر خارجي بالكيبل، وهمسك بقى ايه؟ الحبل يا كابتني. ركز معايا. بص يا سيدي، هاخد خطوه لورا، اطلع الشيست لفوق، واطلع ايدي لبره من الاول، وابتدي اسحب. 1 2 3 4 يا متين يا رب. 5 6 7 8. لما تمسك الهامر وتشتغل من بره، بتشتغل اكتر على العضله اللي اسمها البريكياليس هنا بالنص. لما بتكبر بتزق الباي لبره، ضخامه عضليه اكبر. يلا بينا. هدخل بعدها يا كابتني واحده من التمارين بتاعه الترايسبس اللي عليها اختلاف كبير جدا ما بين المدربين واللعيبه، بس انا كان عليا بحب العبها عشان لقيت فيها تغيير الصراحه في التراي بتاعتي. بص يا سيدي، هتاخد البقره وتنزلها تحت، تمسك شداد او تمسك اللي انت عايزه، بس انا عشان مش هتقل في الوزن فامسك بايدي عادي. افرد ظهري وارجع كوعي لورا وابتدي اسحب. 1 2 3 4 5 يا متين يا رب. 6 7 8 9 10. قوية قوي. الاختلاف بقى اللي موجود على السوشيال ميديا اللي هو بيقول لك الزاويه دي تخيل نفسك قلبت نفسك فهتكون كده بالظبط. عندك حق لو رسمتها بالشكل ده، بس ممكن تقول لي مين اللي مثبت كوعي لورا؟ ترايسبس جزء كبير جدا من العضلات اللي بتثبت الكوع لورا، والكتف برده لورا، فبالتالي هي بتشغل حته مختلفه في الترايسبس. والتنوع حلو مفيش مشكله، حتى لو هي برده مفيش مشكله ان انت تنوع. يلا على اللي بعدها. من ضمن اسرار هذه الكتله العضليه هذا الشيء، الكاتل بيل. لو مش موجود عندك يبقى انت يعني ممكن والله اعمل لك فيديو لو في حاجات مش موجوده عندك في الجيمات ايه البديل بتاعها. بس عامه بص يا سيدي، هتمسكها من الطرف مش من هنا، وتحط يعني تسيب مثلا 5 مللي كده او 5 سم بعيد عن ركبتك، وتبدا تثبت ايدك الثانيه الناحيه الثانيه وتسحب كده. ما تنزلش لحد هنا بقى، لا، لحد ما الوزن يكون لسه موجود. تنزل تاني ببطء وتسحب تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي واحدة من التمارين اللي بتخلي لك الساعد والريست بتوعك متفجرين من كتر البامب اللي موجود، وعلى فكرة برضو بتديك قوة جامدة جدا في القبضة بتاعتك. في نقطة بقى كنت عايز اخد رأيك فيها. في افكار كتير جدا للفيديوهات انا ببقى عايز اعملها، لكن بكون عايز اعمل لك فعلا فيديوهات تفيدك انت شخصيا. فاكتب لي في الكومنت او ابعت لي على الانستجرام انت محتاج ايه بالظبط، عشان انا هدفي من الاول وفي الاخر ان انا اعمل لك فيديوهات تفيدك انت شخصيا. وعلى فكره في نقطه مهمه جدا لازم تكون عارفها. كل الفيديوهات اللي انا من ساعه ما بدات اعملها لحد دلوقتي انا بعملها ليا انا زمان. بشوف انا كنت محتاج اسمع ايه او اتفرج على ايه او حد يكلمني ازاي وبعملها له. فانت النسخه بتاعتي زمان، فاهم حاجه ان انت تكون موافق على المحتوى ده. وبكده يا كابتني خدنا تمرين الدراع النهارده، بس ايه رمار. عايزك دلوقتي تبعت تسالني عن الباقات بتاعت التدريب الاونلاين، عشان حاليا عامل لك خصم تقريبا 50%، والله اعلم. ابعت تشوف انت ورزقك يعني. بس المهم السعر هيخليك دايما مناسب ان انت تقدر تشتغل وتعمل نتيجه كويسه جدا في اقل من 3 شهور. كمان لو مش عايز تبعت تسال عن باقات التدريب الاونلاين مش مشكله، ابعت قول لي عايز التمرينه الجايه عن ايه، عشان انا مهتم ان انا اعمل لك حاجه تفيدك انت شخصيا. سلام.